قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. ولقد تضمن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية في مادته 11 أن المجتمع السعودي يقوم على اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكامل فيما بينهم وعدم تفرقهم، كما تشجع الدولة المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. وتؤكد رؤية المملكة العربية السعودية على أن قيم التراحم والتعاون والتعاطف راسخة الجذور في مجتمعنا، وتشير إلى أن دور رجال الأعمال ليس جني الأرباح فحسب، بل الإسهام في النهوض بالمجتمع والوطن. من هنا انطلقت نشام عسير في غرفة إدارة أزمة كورونا في إمارة منطقة عسير استجابة لذلك الاستعداد المجتمعي الكبير للوقوف مع الدولة ومعاضدة جهودها تجاه هذه الأزمة العالمية. فكانت هذه المبادرة بأهدافها السامية ومجالاتها الشاملة مشروعا وطنيا تطوعيا أثمر في مرحلته الأولى، والتي تختتم اليوم 12 مشروعا تنمويا تشاركيا، فضلا عن مئات المبادرات الفردية الداعمة عينية ومالية وبدنية. واليوم نعرض تقارير مشاريع نشام عسير، ويتسلم المشرفون عليها وثائق استدامتها، لأن نشام عسير ما وجدت إلا لتبقى وتستمر. المشروع الأول: المتطوع التقني. الشريك التنفيذي: الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير. وصف المشروع: فريق تطوعي من الشباب السعودي المؤهل قاموا بصيانة منازل الأسر في وقت الحجر ومع انتشار الوباء بعد استقبال الطلبات آليا، ومن ثم تقديم الخدمة مجانا مع الأخذ بالاحترازات الوقائية. مدة المشروع 100 يوم. نتائج المشروع: أسفر المشروع عن 1011 ساعة عمل تطوعية، شارك في المشروع عدد 798 متطوعا تقنيا، انقسموا على 82 فريقا ميدانيا، قدموا 651 خدمة، استفاد منها 413 أسرة. نسبة الإنجاز العام 110%. ألا يستحقون منكم التحية؟ يتقدم الآن ممثل الشريك التنفيذي ليقدم تقرير المشروع إلى سمو المشرف العام، ويستلم من يد سموه ميثاق الاستدامة ليبقى الأثر. المشروع الثاني: ابقى آمنا. الشريك التنفيذي للمشروع 46 جمعية دعوة وإرشاد بمنطقة عسير، بقيادة تنفيذية من جمعية الدعوة والإرشاد بخميس مشيط. وصف المشروع: تقديم التوعية الصحية والأمنية للجاليات المقيمة في منطقة عسير بلغات مختلفة، وترجمة ما يصدر من الجهات الصحية والمهنية بوسائط ولغات متنوعة، مع مساعدة الجاليات المتضررة وتقديم الوجبات الصحية التباعدية للعمالة في شهر رمضان المبارك. مدة المشروع 180 يوما. نتائج المشروع: استطاع المشروع أن يقدم التوعية ب18 لغة مختلفة، بلغت الرسائل الأسبوعية بالقرارات الحكومية 2923 نشرة، و10245 نشرة يومية توعوية، و3256 خبرا إعلاميا بجهود المملكة في مكافحة الجائحة، بما يقرب من 6000 ساعة تطوعية لعدد 20 مترجما ومعدا. نسبة الإنجاز من المستهدف 112%. ألا يستحقون منكم التحية؟ يتقدم الآن ممثل الشريك التنفيذي ليقدم تقرير المشروع إلى سمو المشرف العام، ويستلم من يد سموه ميثاق الاستدامة ليبقى الأثر. المشروع الثالث: الفرز البصري.
الشريك التنفيذي جمعية الكوثر الصحية. وصف المشروع: مساندة القطاع الصحي من خلال تجهيز وتشغيل محطات الفرز البصري مع انطلاقته الأولى في 10 أسواق تجارية بمدينة أبها وخميس مشيط، والتوعية بضرورة لزوم التباعد المجتمعي واتباع طرق الوقاية. مدة المشروع 90 يوماً. نتائج المشروع: بلغ عدد المتطوعين في المشروع 681 متطوعاً مؤهلاً، نفذوا خدمات المشروع لأكثر من 250 ألف مستفيد، اكتشفوا منهم 1326 حالة، ويبلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية 15540 ساعة. نسبة الإنجاز العام من المستهدف 125%. ألا يستحقون منكم التحية؟ يتقدم الآن ممثل الشريك التنفيذي ليقدم تقرير المشروع إلى سمو المشرف العام، ويستلم من يد سموه ميثاق الاستدامة ليبقى الأثر. المشروع الرابع: المساند البلدي. الشريك التنفيذي أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها في منطقة عسير. وصف المشروع: مساندة الأمانة والبلديات في تنظيم الإجراءات الوقائية في الأسواق والمجمعات التجارية، وتطبيق التنظيمات والتعليمات الخاصة بذلك وقت عودة إعادة فتح الأسواق في أواخر شهر رمضان المبارك. مدة المشروع 100 يوم. نتائج المشروع: قام بالمهمة 33 فريقاً تطوعياً، عمل فيها 2850 متطوعاً ومتطوعة. نسبة الإنجاز العام من المستهدف 75%. ألا يستحقون منكم التحية؟ يتقدم الآن ممثل الشريك التنفيذي ليقدم تقرير المشروع إلى سمو المشرف العام، ويستلم من يد سموه ميثاق الاستدامة ليبقى الأثر. المشروع الخامس: التصنيع الطبي. الشريك التنفيذي جامعة الملك خالد. وصف المشروع: تطوير وتصنيع عدد من منتجات الوقاية الطبية وقطع غيار أجهزة التنفس الصناعي في معامل كلية الهندسة في الجامعة للاستخدامات الطبية والبلدية والأمنية في منطقة عسير عن طريق استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد. مدة المشروع 120 يوماً. نتائج المشروع: بلغ عدد المنتجات 18,000 قطعة، أسهم في خطوط إنتاجها 21 طالباً تم تدريبهم على رأس العمل، واستفاد من هذه الأجهزة 6 جهات في منطقة عسير. نسبة الإنجاز العام من المستهدف 102%. ألا يستحقون منكم التحية؟ يتقدم الآن ممثل الشريك التنفيذي ليقدم تقرير المشروع إلى سمو المشرف العام، ويستلم من يد سموه ميثاق الاستدامة ليبقى الأثر. المشروع السادس: حياة للغسيل الكلوي. وصف المشروع: دفع تكاليف عمليات الغسيل الكلوي والتحاليل المتعلقة والعمليات العلاجية اللازمة لعدد من الجاليات غير المقتدرة مالياً والمتضررة من الأزمة. اسم الشريك: مستشفى الحياة الوطني. مدة المشروع 100 يوم. نتائج المشروع: عدد المستفيدين 40 مريضاً ينتمون إلى 11 جنسية بتكلفة بلغت 800 ألف ريال. تضمنت استدامة المشروع بالشراكة مع جمعية الكوثر الصحية لمدة 6 أشهر إضافية. نسبة الإنجاز العام من المستهدف 115%. ألا يستحقون منكم التحية؟ يتقدم الآن ممثل الشريك التنفيذي ليقدم تقرير المشروع إلى سمو المشرف العام، ويستلم من يد سموه ميثاق الاستدامة ليبقى الأثر.
المشروع السابع: ترشيد. الشريك التنفيذي: الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية. وصف المشروع: توعية قطاع الأعمال والمجتمع بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وفق نسب محددة من أجل استدامة الخدمات بكفاءة عالية في ظل الأزمة. مدة المشروع 120 يوماً. نتائج المشروع: تم بث 125 ألف رسالة توعية وترشيد، وتضمنت الحملة توزيع 45 ألف مرشد للمياه وطباعة 1000 باركود يحيل إلى موقع الحملة في الأماكن العامة. نسبة الإنجاز العام من المستهدف 105%. ألا يستحقون منكم التحية؟ يتقدم الآن ممثل الشريك التنفيذي ليقدم تقرير المشروع إلى سمو المشرف العام، ويستلم من يد سموه ميثاق الاستدامة ليبقى الأثر. المشروع الثامن: خيرات عسير. الشريك التنفيذي: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة منطقة عسير. وصف المشروع: تسويق المنتجات الزراعية للمزارعين المحليين المتضررين من جائحة كورونا بطرق نظامية وباتباع إجراءات السلامة المعتمدة من قبل وزارة الصحة، وإضافة فعالية مميزة لصيف منطقة عسير. مدة المشروع 70 يوماً. نتائج المشروع: بلغ عدد المزارعين المدعومين 98 مزارعاً، عرضوا 210 منتجاً زراعياً، وتضمن الموقع 28 فعالية مصاحبة و10 ورش عمل زراعية، وزار السوق 46288 زائراً. نسبة الإنجاز العام من المستهدف 101%. ألا يستحقون منكم التحية؟ يتقدم الآن ممثل الشريك التنفيذي ليقدم تقرير المشروع إلى سمو المشرف العام، ويستلم من يد سموه ميثاق الاستدامة ليبقى الأثر. المشروع التاسع: ساعة صحة. الشريك التنفيذي: الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير وبرنامج طب الأسرة المشترك بخميس مشيط. وصف المشروع: برنامج رياضي وصحي يقدم عن بعد وينشر يومياً، مدته ساعة واحدة، ويهدف إلى تزويد الأسر بمهارات وتمارين رياضية صحية لشغل أوقاتهم ودعم ممارسات الرياضة في المنزل وتقديم النصائح الطبية اللازمة في التغذية والوقاية. مدة المشروع 50 يوماً. نتائج المشروع: تم نشر 30 حلقة صحية، بلغ مجموع مشاهدات التغريدة في تويتر 5480، وفي السناب شات 63522 مشاهدة. نسبة الإنجاز العام من المستهدف 84%. ألا يستحقون منكم التحية؟ يتقدم الآن ممثل الشريك التنفيذي ليقدم تقرير المشروع إلى سمو المشرف العام، ويستلم من يد سموه ميثاق الاستدامة ليبقى الأثر. المشروع العاشر: التوعية الصحية المجتمعية. الشريك التنفيذي: الشؤون الصحية بمنطقة عسير، من خلال الوحدة رقم 2 في غرفة إدارة الأزمة. وصف المشروع: برامج توعوية صحية تتمثل في نشر خطة الكبح التي تستهدف الفئات الأكثر تأثراً بالإصابة والتوعية الصحية العامة. يقدمها فريق متخصص من خلال وسائل الإعلام المختلفة. مدة المشروع 60 يوماً. نتائج المشروع: عمل في المشروع 40 متطوعاً، وتم نشر 215 تغريدة متخصصة متنوعة الأفكار، كما بلغ مجموع ما نشر على سناب شات 66 ساعة توعوية
بالإضافة إلى 650 رسالة نصية توعوية. نسبة الإنجاز العام من المستهدف 103%. ألا يستحقون منكم التحية؟ يتقدم الآن ممثل الشريك التنفيذي ليقدم تقرير المشروع إلى سمو المشرف العام، ويستلم من يد سموه ميثاق الاستدامة ليبقى الأثر. المشروع 11: نشام الحي. الشريك التنفيذي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وصف المشروع: تشكيل فرق تطوعية في لجان التنمية الاجتماعية في منطقة عسير تتنافس في تنفيذ المشاريع من خلال 12 فرصة تمثل عينة من اتجاهات استراتيجية منطقة عسير في مجالات الأرض والإنسان والاقتصاد. يتم تقييمها ضمن معايير محددة ومعلنة مبنية على أسس علمية في بناء المشاريع التنموية. مدة المشروع 150 يوماً. نتائج المشروع: انضم للمشروع 77 لجنة تنمية، قدموا 900 مشروع تنموي من خلال ما يقرب من 7000 متطوع ومتطوعة، وحصل على درجة التفوق من هذه المشاريع 181 مشروعاً، منها 48 مشروعاً حققت راية نشام عسير. نسبة الإنجاز العام من المستهدف 87%. ألا يستحقون منكم التحية؟ يتقدم الآن ممثل الشريك التنفيذي ليقدم تقرير المشروع إلى سمو المشرف العام، ويستلم من يد سموه ميثاق الاستدامة ليبقى الأثر. المشروع 12: الرحال المتطوع. الشريك التنفيذي جمعية الرحالة السعوديين. وصف المشروع: نشر مفهوم العمل التطوعي ونموذجه المتمثل في نشام عسير، وتقديم الاستشارات لمشاريع نشام الحي ذات الطابع السياحي، ضماناً لاستدامتها وتنظيم الرحلات لمواقع هذه المشاريع والتقارير الإعلامية الدورية. مدة المشروع 365 يوماً. نتائج المشروع: ما زال المشروع مستمراً في بدايته. هذه هي مبادرة نشام عسير التي نشأت في ظرف الأزمة ويراد لها أن تبقى. فشكراً لعراب هذه المبادرة، وشكراً لرجال الأعمال الأبطال الذين صنعوا بدعمهم هذا المنجز، وشكراً للشركاء. وما زال للنشام حكاية، ولإنجازاتهم بطولة، ولمستقبلهم صفحات. نشام عسير، مبادرون من أجل الوطن.